مشاهدينا الكرام، مظاهرة حاشدة للأساتذة أو الشغيلة ديال الأساتذة، الشغيلة التعليمية. هادشي خطير مشاهدينا الكرام. الشغيلة التعليمية تنتفضون على قرارات وزارة التعليم، وزارة التربية والتعليم الأولي.
الله يحفظك. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير. ما تنساوش الاخوان اللي كنتي اول مره كتشاهد القناه ما تنساش دير لنا فيها اشتراك وشي كومونتير محفز. كلكم الاخوان بلا شك وليتو كتدخلوا لمواقع التواصل الاجتماعي ما كاين غير حديث الساعه هاد الايامات اللي هو مدونات الاسره. وشنا هي شروط مدونات الاسره الجديده وتم التعديل ديال المدونات الجديده والناس ركب فيهم واحد الخلعه واخد الهلع والشباب ولاو تينصحوا بعضياتهم. المهم اما كاين غير نصائح، ما كاين غير المراه غدي لك الدار، ما كاين غير اللي عنده شي فلوس في البنكه حيدوها. ومو الصراحه الاخوان هذا المصدر هذا ملي كتقلب على المصادر من جاي هذا الموضوع ما كتلقاش عنده مصدر حقيقي. الناس الاخوان كيداولوا واحد الموضوع تيركبوا على واحد الموجه وتتبدا الحوارات كثيره، وبالتالي هذا الموضوع بنفسه اذا كان طرحه صاحب الجلاله ولكن هو غير اقتراح للحكومه ومازال الناس مختصين غيدرسوا هذا الملف ومازال دراسات وابحاث على هذا التعديل ديال المدونه الجديده. ماشي غير اجي وقرر واحد الحاجه او عدلها ظرف وجيز. حقا عطاهم سيدنا واحد 6 شهور، ولكن الاخوان هذا القرار راه باقي ما تطبقش وفي شي حوايج راه مستحيلين. بحال الناس كيتداولوا بان كنتي مزوج مع واحد السيده وبغيتي تطلقها ما بقيتوش فاهمين وكتملك منزل عندك الدار ديالك، فبالتالي راه غادي تخرج وتخلي لها الدار. فهذه كنشوفوها غير في الافلام، هذه في الحقيقه ما عمرها غتكون. كيف يعقل انك تخدمتي على واحد المنزل تطلق امراه تخرج تخلي لها الدار؟ وكاينه واحد القضيه تيقولوا السلطه ديال الراجل غاديه تلغى كما تيقولوا شي ناس، والمهم راه داروا بها كوميديا وداروا بها. المهم الشعب ديال المغربي هو هذا. تيقولوا في هذا الشرط من شروط اخرى ديال تعديل المدونه وهو الراجل ما بقاش عنده السلطه والمراه غتاخذ القرارات. ربما هذا الموضوع الناس ما فهموش الطريقه ديالو، ما فهموش الموضوع بطريقه صحيحه. ربما هذيك الزوجه ملي كتطلق وعندها اولاد يعني تقدر تاخذ المصير ديالهم. الا كان الزوج ما مسوقش للاولاد وهي كتاخذ لهم المستقبل ديالهم. المهم اخوان هذا الشيء باقي غير داير في التواصل الاجتماعي، اما الحقيقه ما زالت تدرس وهذا الحوار ما زال طويل. اهل الاختصاص هم اللي يعطيونا في الاخير شنو هو التعديل ديال المدونات الاسره. كنتمنى يعجبكم هذه الحلقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.